أول شيء السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نعزي أنفسنا ونعزي عشائرنا العربية في ريف دير الزور الشرقي بالمصاب الجلل الذي حدث في أيام العيد من مقتل عدد من الشخصيات الشعبية محافظة دير الزور من وجهاء أو شيوخ في عشائرهم من عشيرة البقارة. شهيدهم أو فقيدهم مختار ويس علي الويس فخذ المرحمة من البقارة تعرض لاستهداف بأول أيام العيد من قبل عصابات مسلحة على دراجات نارية وتم استهدافه واستشهاده. وأيضا عشيرة البكير فخذ الكسار الشهيد أبو نعيم الكسار المتحدث الرسمي باسم قبيلة العقيدات أيضا بنفس الطريقة في قريته أيضا تم استهدافه من قبل إرهابيين. وهذه الحادثتين تبناها تنظيم داعش بشكل مباشر على مواقعه الرسمية. في اليوم الثالث تم استهداف مشايخ العقيدات. الشهيد الله يرحمه منتشر الحمود الهفل استهدف أيضا في بلدة الحوايج بنفس الطريقة عن طريق دراجات نارية. لم يعترف تنظيم داعش أو يصدر بيان بهذا الشيء، لو كونه يعرف هذا مقتل هذه الشخصية سوف تسبب بلبلة يستفاد منها تنظيم داعش، فالتزم الصمت عن هذه الشخصية لم يوضح أنه هو السبب. فاتجهت المنطقة إلى نوع من الخوف، نوع من القلق، أنه استهدف الشخصيات عشائرية أو شخصيات مرموقة على مستوى العشائر العربية في دير الزور. فهذا كان السبب في توتر المنطقة بشكل عام ليس فقط في الريف الشرقي، وقلق من جميع المواطنين من التصرفات التي حصلت أو الاغتيالات التي حصلت عن طريق هؤلاء المجهولين في أيام فضيلة من أيام عيد الأضحى المبارك. تحركت كان يوجد ردة فعل من أبناء العشائر، وهي شيء طبيعي، يعني بعد مقتل رموز من رموزهم يكون في ردة فعل. والحق للشعب بالتظاهر السلمي هذا حق مشروع تدعمه حتى القوات العسكرية والقوات الأمنية. فخرجت في ليلة البارح صباحا بعض الشباب يطالبون بوضع الأمن والمسك على الجنات ويطالبون قوات قصد وقوات الأمنية، وكان هذا الشيء مشروع في البداية، لكن بعد دقائق من خروج هؤلاء الشباب في منطقة الحوايج تحولت هذه المظاهرة إلى مناظر عسكرية. جميع أنواع الأسلحة كانت متواجدة في هذه الطرقات، اختلطت هذه الناس اللي موجودة، لا عاد يعرف من هو متظاهر سلمي أو من هو مسلح أو من هو إرهابي. فحصلت إطلاق نار باتجاه نقاطنا العسكرية وباتجاه حواجزنا، وقع لدينا شهداء وجرحى. تم تفجير أحد سياراتنا زرع لقم في بلدة ذيبان وتفجرت هذه الآلية، وكان هناك جرحى أيضا وشهداء من قواتنا العسكرية وقواتنا الأمنية. نعزي أيضا عائلات العسكريين الذين استشهدوا ونقدم لهم أحر التعازي، استشهدوا في تأدية واجبهم وحمايتهم عن أهلهم. أريد أن أشرح قليلا عن هذه الأحداث منذ فترة متسلسلة. أنا ذكرت ما حدث في هذه الفترة. أصبح من فترة يوجد هجومات إعلامية كثيرة تمهيد للفتنة في محافظة دير الزور أو في سمار شرق سوريا بشكل عام. تلاحظون على مواقع التواصل الاجتماعي بأسماء وهمية وأسماء مشكلة وقنوات مختلفة تحرض على القتال العشائري، تحرض على القتال ما بين قوات قصد والشعب اللي موجود أو قوات مجلس دير الزور العسكري وعشائرنا الموجودة. فيوجد مخطط كبير وواسع يعمل على منطقة شرق الفرات من قبل النظام، قبل داعش وأخوات داعش في المنطقة. الجميع يحرك من أجل الفتنة، والفتنة والفوضى هي تسبب مناخ آمن لهذه التنظيمات العمل. كانت تنظيمات إسلامية متشددة مثل داعش وأخواتها، وإن كان مثل تنظيمات مثل النظام السوري وداعميه الأخرى التي تقاتل في طرف النظام. يوجد عمليات تجنيد كبيرة من قبل النظام، يحاولون تجنيد شباب في منطقة شرقي الفرات، يحاولون زرع خلايا في هذه المنطقة. نأتي عليهم هذا مرحلة تحضيرية نحن كنا نراقبها نحن والتحالف الدولي، ولدينا إثباتات، لدينا مكالمات صوتية، لدينا أشخاص معتقلين من قبل هذه الميليشيات تم تجنيدهم عند مخابرات النظام وبعثوا لمناطق شرق الفرات، ولدينا أدلة كثيرة ومنها سوف يعرض على الإعلام، ولدينا شخصيات موقوفة سوف نعرضهم على الإعلام يؤدون باعترافاتهم ما كانت هذا المخطط. نحن كنا نعرف أن الأمور تسير في هذا الاتجاه، لكن كنا نأخذ الأمر بحكمة روية، نناقش أهلنا، نناقش وجهائنا، نناقش المثقفين، نتجه نحن وأبناء المنطقة لتوحيد الصف، للعمل على تحسين المنطقة.
يوجد نوعا ما من التقصير من الخدمات أو من شيء في مناطقنا في دير الزور، لكن إقليم طلع من الحرب جديد، إقليم ما زال الخلايا موجودة فيه، يوجد نوع من التأخير، لكن هذا سوف نعمل عليه نحن وشبابنا المثقفين ووجهائنا لحتى نطور من منطقتنا، وهذا يتطلب برنامج زمني، ونحن ناقشنا هذا البرنامج معكم. لكن جميع الأطراف تحاول تستفيد من الفوضى اللي موجودة في دير الزور، أو من قلة الانضباط الأمني في بعض النقاط التي تكون ساخنة نوعا ما. يحاول النظام استخدام هذه المناطق، يحاول داعش يستخدم هذه المناطق، وخصوصا في هذه الفترة الأخيرة أصبح التناقم ما بين قوات النظام وتنظيم داعش في المنطقة. يعني تنظيم داعش يذهب إلى الضفة الثانية من النظام ثم يعود إلى هذه المناطق، أوقات يعمل عملية تنظيم داعش يستفاد منها النظام، وإذا عمل النظام عمليات ضد قواتنا يكون مستفيد تنظيم داعش، فأصبحوا مثل حلفاء في هذه المنطقة لإدخال المنطقة في فوضى ودمار واقتتال طويل الأمد في هذه المنطقة. طبعا نحن لا يصب هذا في منطقة، لا في مصلحة المنطقة أو مصلحة عشائرنا أو مصلحة قواتنا. أي خلاف أي فوضى لا يصب مصلحة، هو دائما يكون بمصلحة الطرف الثاني. يعني المستفاد من هذه المشاكل أو من إذا حصلت لا سمح الله اشتباكات أو فوضى عارمة في المنطقة، يعني النظام هو موجود في الطرف الثاني من النهر، يتربص بمناطقنا، يتربص بأهلنا، يحاول العبور إلى مناطقنا عدة مرات قبل وصدينا هجماته، يريد دخول المنطقة للانتقام من أهلها بسبب الثورة السورية. وجميع تقريبا عشائر دير الزور هي من الثوار الأولين في المرحلة الأولى من الثورة، وقاتلوا النظام وصاروا النظام، فلديه حقد دفين هو وميليشياته الإيرانية على أهلنا وعشائرنا في هذه المنطقة. بنفس الوقت يوجد أناس في بعض هذه القرى يتعاملون مع النظام، متمسكين بالنظام، يعملون عمليات تكون توجيهها من النظام إذا كانت إعلامية وإن كانت عسكرية على الأرض. فهذه المقاتل، هذه الوجهاء وهذا الشيوخ حاول أن يستفيد منه النظام بشكل كبير، فحرك بعض خلاياه وأتت قوات له باللبس المدني من الطرف الثاني. إذا هذا الطرف عنده خروج مظاهرة من شباب عشيرة العقيدات يطالبون بمحاسبة القتلة، وأكرر هذا حقهم المشروع، أي مظاهرة سلمية. نحن نقول كدولة موجودة أو قوات موجودة في هذا المكان نحن ندعم أي مظاهرة سلمية، وحقهم المشروع، والتظاهر حق مشروع. فإذا كانت سلمية ومنظمة هذا الشيء يصب مصلحة الجميع، من مصلحة القوات ومن مصلحة الأهالي. إذا كان شيء مطالب تطلب حقه وتخرج مظاهرات لها ونحن نقوم بدراستها وتلبيتها، هذا شيء جيد يصب مصلحة الجميع. أما إذا تحولت مظاهرات أبنائنا إلى عصابات مسلحة وإلى أشخاص يوجهون السلاح بوجه قواتنا التي تقوم بتأمين المناطق ويقومون بقتل من قواتنا وعناصرنا وشبابنا، يعني نحن لنا كمان الحق بالرد على مصادر النيران. من يوجه السلاح إلى قواتنا نحن سوف نرد عليه من يكون. وأكيد أهلنا وعشائرنا اللي موجودين لديهم مطالب شرعية لا يقتلون قواتنا، هذه القوات أبنائهم. أما إذا تم قتل قواتنا معناتهم يصنفون بمرحلة ثانية، هم من الأعداء، وأي عدو يتجه باتجاه قتل قواتنا أو توجيه السلاح على قواتنا نحن سوف نرد كقوات عسكرية بالمثل. هذا هو تأمين المناطق، واجب الأمن الداخلي. لكن نحن كقوات مجلس دير الزور العسكري تدخلنا من ليلة البارح، وتدخلت قواتنا في جميع المناطق الساخنة، ونحن جنبا إلى جنب قوات الأمن الداخلي سوف نأمن المنطقة. وأخذنا عدة إجراءات في المنطقة، نشرنا حواجز، سوف نكثف حواجز من حدود جديد عقيدات وصولا إلى الباغوز، حواجز كثيفة كل 700 متر راح يكون في سيطرة ودورية قوية موجودة لتأمين الطرق لسير أهلنا بأمان، لأن أكثر الحوادث تضع على الطريق العام اللي يماد من الباغوز وصولا إلى الكسرة، يوجد فيه دائما اغتيالات على الطريق. سوف يكون تحت سيطرة قواتنا العسكرية بشكل كامل وحواجز مكثفة. سوف نقوم بمنع جميع الدراجات في منطقة البصيرة وصولا إلى الطيانة منعا نهائيا، ممنوع تجول أي دراجة. سوف تحجز الدراجة وسوف تأكد من هوية الشخص الذي يركب هذه الدراجة. إذا كان مطلوب سوف يذهب لقوى الأمن الداخلي، وإذا كان مواطن لا عليه شيء سوف يذهب إلى منزله. لكن القرار سوف ينفذ من قد، ونحن بلغنا وسوف نبلغ مرة ثانية ونعطي فرصة. استخدام الدراجات في الريف الشرقي ممنوع في هذه الفترة، لأن جميع الاغتيالات أصبحت على هذه الدراجات ويتشكل خطر على حياة أهلنا وشعبنا في المنطقة. ولدينا إجراءات أخرى من حيث عبور قوات النظام أو مرتزقة النظام باتجاه ضفتنا الغربية. يوجد كان لدينا قوات لكن دعمنا هذه القوات، والآن جهزنا خط نهر الفرات وحطينا قوات إضافية هناك، وجميع من يقترب من خط نهر الفرات فهو عدو.
جميع أهلنا ليس فقط وجهاء العشائر، الكل اتصل فينا واتصل بعساكر بقواتنا العسكرية اللي موجودة، واستقبلوا قواتنا العسكرية عند دخولها وقالوا هذه مجموعات أتت قريبة ليس من مناطقنا، ليس من ذيبان، ليس من حوايج، ليس من الشحيل. قالوا خرجوا بعض أبنائنا للتظاهر السلمي، لكن دخلوا هؤلاء المسلحين وأطلقوا النار على القوات العسكرية، وعند دخول قواتنا العسكرية لاذوا بالفرار. هذا كان كلام أهلنا في هذه المناطق بشكل عام، ودانوا هذا العمل وقالوا نحن متأكدين، أصبحنا متأكدين أن هذه الأعمال وراها النظام، ومن طرف الثاني داعش مستفيد منها.